ورتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، رمضان والقرآن حديث ذو شجون، ولا ينتهي أمده ولا تنقضي عجائبه، لأنه القرآن، لأنه كلامه سبحانه عز وجل. كلامه سبحانه وتعالى لو كان البحر مدادا لكلمات ربي كما أخبر هو سبحانه عز وجل لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لو كانت كل بحار الدنيا مدد لكلامه عز وجل لنفدت، ولو كانت كل أشجار الدنيا أقلاما لكلامه عز وجل لبريت واهترأت. كلامه عز وجل هو الكلام، وهو الهدى، وهو الشفاء، وهو الرحمة، وهو الطمأنينة، وهو السكينة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أحبتي المشاهدين في كل مكان، نذكركم بالأرقام الشاشة، بالأرقام الموجودة على الشاشة طيلة مدة البرنامج، والتي نستقبل فيها تلاواتكم ونصححها، ولنتذكر قول نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كنا قد بدأنا في الحلقة الماضية عن مواقف من التدبر، مواقف من تدبر كلام الله عز وجل، وبدأنا بالأسوة وبالقدوة وبالرحيق نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي ما هي الآيات التي كان يعيش معها النبي صلى الله عليه وسلم ويتنفسها ويعيش لحظاتها ويتصورها في مخيلته صلى الله عليه وسلم كأنها رأي العين. ومن بعده أخذنا من بعض صحابته مثل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأخذنا لأمنا أم المؤمنين عائشة، وأخذنا لبعض الصحابة، وسنكمل في هذه الحلقة كذلك عن بعض مواقف التدبر والآيات التي هزت ذلك الجمع المبارك الطيب من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كذلك من مواقف التدبر قوله سبحانه وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم، في آخر سورة البقرة قوله سبحانه وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال نافعا قال: يقول: ما قرأ ابن عمر، أي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ابن أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: ما قرأ ابن عمر هاتين الآيتين قط من آخر سورة البقرة إلا بكى بكاء شديدا، ويقول رضي الله تعالى عنه: إن هذا لإحصاء شديد، إن هذا لإحصاء شديد. كذلك من المواقف التي فيها تدبر موقف عبد الله حبر هذه الأمة، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، يحكيه ملازمه وهو عكرمة رحمه الله، قال: جئت لابن عباس وهو يبكي وإذا المصحف في حجره فأعظمت أن أدنو منه، ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلست فقلت: ما يبكيك يا ابن عباس؟ جعلني الله فداك. فقال: هؤلاء الورقات. فقال: هؤلاء الورقات، أي يعني المصحف. قال: وإذا هو، يقول عكرمة، قال: فإذا هو في سورة الأعراف. وذكر أصحاب السبت. تعرفون قصة أصحاب السبت
من بني إسرائيل. ثم قرأ ابن عباس وهو مفسر كلامه عز وجل قال: ثم قرأ ابن عباس قوله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. قال ابن عباس: فأرى الذين نهوا قد نجوا. ابن عباس يقول لعكرمة: فأرى الذين نهوا عن فعلة أصحاب السبت أنهم نجوا. لماذا؟ لأن الله ذكرهم في الآية. قال: ولا أرى الآخرين ذكروا، ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها. قال: قلت: جعلني الله فداك، ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه؟ ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم. قال عكرمة: قال: فأمر لي فكسيت ثوبين غليظين. كذلك من مواقف التدبر قوله سبحانه وتعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. عن سمير الرياحي قال عن أبيه قال: شرب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ماء مبردا فبكى، فاشتد بكاؤه، فقيل: ما يبكيك؟ قال: ذكرت آية في كتاب الله عز وجل: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شيئا شهوتهم الماء. وقد قال عز وجل في الأعراف: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. شهوة أهل النار وأمنيتهم وتمنيهم شربة ماء. فذكر هذا الصحابي أن أمنيتهم هي الماء فخاف. كذلك من مواقف التدبر مع أمير المؤمنين وخامس الخلفاء الراشدين حفيد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهو عمر بن عبد العزيز. كان عمر عبد العزيز يتعايش مع قوله عز وجل في آخر سورة الأعراف: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فقيل له وهو على فراش الموت وبجانبه بنوه 12، فقالوا له: ألا توصي لهم بشيء فإنهم فقراء؟ هذا أمير المؤمنين الذي حكم الدنيا عدلا وفاضت بيوت المسلمين من الأموال، وأخذ بالزكاة إلى قمم الجبال ليبحثوا عن أناس لها ولم يجدوا في عهده رضي الله تعالى عنه، ويموت أو ويحتضر وبنيه فقراء. ماذا قال؟ ويوصيه من بجانبه يقول: ألا توصي لهم 12 ابنا، ألا توصي ولدا، ألا توصي لهم وهم فقراء؟ فماذا قال؟ قال: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والله لا أعطيهم حق أحد وهم بين رجلين، إما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما غير صالح فما كنت لأعينه على فسقه ولا أبالي في أي واد هلك، ولا أدع له ما يستعين به على معصية الله فأكون شريكه فيما يعمل بعد الموت. ثم استدعى أولاده فودعهم وعزاهم وأوصاهم بهذا الكلام، ثم قال: انصرفوا عصمكم الله وأحسن الخلافة عليكم. قالوا الرواه: قالوا
والله قد رأينا بعض أولاد عمر بن عبد العزيز بعد موته، واحد من أبنائه، أحد أبنائه يحمل على 80 فرسا في سبيل الله، يتبرع 80 فرسا محملة في سبيل الله. لماذا؟ لأن أباهم أوصاهم بأن الله يتولى الصالحين. قال: وكان بعض أولاد سليمان بن عبد الملك الذي ولي الخلافة بعد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، مع كثرة ما ترك لهم من الأموال، يتعاطى ويسأل من أولاد ابن عمر بن عبد العزيز. شيء عجيب. هذا الذي وكل أبناءه إلى الله وتلا في آذانهم: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، واستودعهم وأوصاهم، الآن أصبحوا أغنياء. وأبناء الملوك الذين أتوا بعده وملأوا الدنيا غنى يسألون أولاد الصالح، ونحسبه كذلك الذي مات وقال وهو يتولى الصالحين. من المواقف، مواقف التدبر، قوله سبحانه وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. عن قزعة قال: رأيت على ابن عمر رضي الله تعالى عنه ابن أمير المؤمنين عمر الخطاب ثيابا خشنة، فقلت له: إني قد أتيتك بثوب لين مما يصنع في خراسان، وتقر عيناي أن أراه عليك أن تلبسه. قال: أرنيه، فلمسه وقال: أحرير هذا؟ قلت: لا. قال: إنه من قطن. قال: إني أخاف أن ألبسه، أخاف أن أكون مختالا فخورا، والله لا يحب كل مختال فخور. والله لا يحب، ثم تلا قوله عز وجل: والله لا يحب كل مختال فخور. كذلك من الآيات التي وقفت عليها هذه الآية: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ابن المنكدر رحمة الله عليه جاء كما جاء في ترجمته أن محمد بن المنكدر بات ليلة قائما يصلي، فكثر بكاؤه حتى فزع له أهله فسألوه، فاستعجم عليهم وتمادى عليهم بالبكاء، فأرسلوا إلى صاحبه أبي حازم فجاء إليه، قال: ما الذي أبكاك؟ يسأل. قال: مرت بي آية. قال: وما هي؟ قال: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فبكى أبو حازم معه فاشتد بكاءهما. هؤلاء الذين يتدبرون القرآن. كذلك من المواقف التي وردت في تدبر هذه الآية في التراجم والسير، قيل لسليمان ابن طرخان التيمي البصري: أنت ومن مثلك أنت ومن مثلك. قال: لا تقول هكذا، لا أدري ما يبدو لي من ربي عز وجل، سمعته يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام: أحسن الظن في خالقك وأسئ الظن في نفسك. أحسن الظن في خالقك، أحسن الظن بربك عز وجل، لأنك إن أحسنت ظنه كان الله في ظنك، إن كان خيرا كان خيرا، والله هو الكريم الأجود. وأسئ الظن في نفسك، لا تقل أنا وأنا وأنا وأنا. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن أخصهم الخلفاء الراشدين كانوا مع العلم أنهم مبشرون بالجنة، لكنهم كانوا يخشون على نفسهم من النفاق. وأحدهم وهو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول: والله
لو أن أحد رجلي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. وعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول أو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول يا ليتني طيرا فأموت فأبلى، يا ليتني شجرة تعضد. وهم المبشرون بالجنة. فكيف حالي وحالكم أيها السادة المشاهدين؟ نحسن الظن بربنا عز وجل ونسيء الظن بأنفسنا لكي نحسن العمل. كذلك من الآيات التي فيها من التدبر ووقفوا فيها الصحابة والتابعين قوله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أي هذا الإنسان خلق نفسه بنفسه أم خلق من غير شيء، أو هو خلق نفسه أي وجد من لا شيء، أو هو أوجد نفسه. عن محمد، ولنستمع هذا الأثر الجميل عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب: والطور وكتاب مسطور، حتى بلغ نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال هذا الصحابي كلمة تكتب بماء العين: كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. قال أبو سليمان الخطابي في شرحه على هذه الجملة، قال: إنما كان انزعاجه عند سماع هذه الآية لحسن تلقيه معنى هذه الآية ومعرفته بما تضمنته من بليغ الحجة، فاستدركها بلطيف طبعه واستشف معناها بذكي فهمه. كاد قلبي أن يطير. يا ترى ما هو الشعور والإحساس الذي جعل قلب هذا الصحابي أن يطير؟ ما الذي فهمه ولم نفهمه نحن؟ ما الذي جعل قلبه يكاد أن يخرج من مكانه؟ لا، بل أن يطير ويحلق عند سماعه كلام ربنا عز وجل من فيه صلى الله عليه وسلم. كذلك من المواقف، والمواقف جمة، قوله عز وجل في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها، أي على الصراط أو على جهنم. وإن منكم إلا واردها. روى الإمام أحمد عن قيس بن حازم قال: كان عبد الله بن رواحة الصحابي رضي الله تعالى عنه واضعا رأسه في حجر امرأته فبكت امرأته فقال: ما يبكيك؟ فقال: ما يبكيك؟ فقالت: رأيتك تبكي فبكيت. فقال عبد الله بن رواحة: إني ذكرت قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، فلا أدري أأنجو منها أي النار أم لا. كذلك من المواقف قوله سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. جاء في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه ورحمه أن ابنه صالحا قال: سمعت أبي يقول: لقد جعلت الميت مات في حل من ضربه إياي، أي الميت الذي تكلم في عرض الإمام أحمد بن حنبل أو قال عنه كلاما لا يرضيه. قال الإمام أحمد عن أي شخص مات وذكره بسوء قال: هو في حل. ثم قال: مررت بهذه الآية: فمن عفا وأصلح فأجره على الله.
قال فنظرت، هذا ابن الإمام بيقول، قال فنظرت في تفسيرها فإذا هو ما أخبرنا هاشم ابن القاسم أخبرنا المبارك بن فضالة قال أخبرني من سمع الحسن يقول إذا كان يوم القيامة جثت الأمم كلها بين يدي الله رب العالمين ثم نودي ألا يقوم إلا من أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا. قال ابن حنبل فجعلت الميت في حل ثم قال وما على رجل ألا يعذب الله بسببه أحدا. كذلك من المواقف مواقف التدبر مع كلامه عز وجل ما رواه ابن أبي الدنيا من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال سمعت عبد الله بن حنظلة يوما وهو على فراشه وعدته من علته فتلا رجلا عنده هذه الآية لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش فبكى حتى ظننت أن نفسه ستخرج، أنه سيموت، وقال صاروا بين أطباق النار ثم قام على رجليه. هذا الذي أتوا ليعودوه ومريض لما سمع هذه الآية عن ما يلتحفون به أهل النار وما يتوسدون عليه وينامون عليه فزع وقام وقال صاروا بين أطباق النار ثم قام على رجليه فقال قائل يا أبا عبد الرحمن اقعد، قال منعني القعود ذكر جهنم ولعلي أحدهم نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من المواقف في التدبر ما حكاه عن مسروق قال رجل من أهل مكة هذا مقام أخيك تميم الداري لقد رأيته قام ليلة حتى أصبح أي يصلي أو كاد أن يصبح يقرأ آية من كتاب الله فيركع يقرأ آية يقوم ليله كله في آية يركع ويسجد ويبكي ويقوم ويركع ويسجد ويبكي على آية حتى أصبح أو كاد أن يصبح. ما هي هذه الآية؟ قول ربنا عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. آية كاملة يقرأها يبكي وينزلها على مقام نفسه، إن هذا لهو الفوز العظيم. وهكذا كان فعل نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قام ليله كله وهو يردد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كذلك من مواقف التدبر ما رواه أبو نعيم الأصبهاني قال سمعت محمد بن كعب القرظي يقول لأن أقرأ في ليلة حتى أصبح إذا زلزلت الأرض زلزالها والقارعة لا أزيد عليهما وأتردد فيهما وأتفكر أحب إلي من أن أهدر القرآن هدرا. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الإنسان لا يكن همه الكثرة ولكن ليكن همه النوعية. إن كان قلبك يلين بكثرة الترداد والعمل والتدبر بآية فهو خير وفضل، وأما كثرة الترداد من غير تدبر فلم يأمرنا الله عز وجل، لأن مقصود إنزال هذا الكتاب وثمرته أفلا يتدبرون القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليس ليحفظوا ولا ليكثروا ليدبروا آياته. ثمرة التدبر وليتذكر أولو الألباب. ثمرة التدبر هو السلوك الذي ينعكس في حياتك أنت حتى تصبح قرآنا وسراجا يمشي على الأرض. كذلك من المواقف
كذلك من المواقف قول محمد بن جحادة قال: قلت لأم ولد الحسن البصري: ما رأيت منه أي الحسن البصري؟ الحسن البصري إمام من أئمة التابعين. هذا صح، هذا رجل سأل أم ولد للحسن البصري: ما رأيت منه أي شيء من الحسن البصري؟ قالت: رأيته فتح المصحف فرأيت عيناه تسيلان وشفتاه لا تتحركان من كثرة التأثر. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. فاصل ثم نواصل. ورتل القرآن ترتيلا. الظلام يعم مخيم اللاجئين، فكيف ستنار عتمتهم؟ وهنا كانت بداية كافي الأيض منذ 8 سنوات على أيدي مؤسسيها، حيث أن مؤسسة كافي الخيرية هي مؤسسة بريطانية تعمل لدى المملكة المتحدة وعلى مستوى دولي، لها حضور أساسي في شرق السودان لدعم اللاجئين الإريتريين في جميع أنحاء العالم. تقدم الكثير من الخدمات لدعم اللاجئين الإريتريين لجعلهم محترفين في المستقبل من خلال تقديم دورات تدريبية ومهنية مثل ميكانيكا الديزل، صيانة الجوالات، الكهرباء، الحداد للشباب، أو المصنوعات الجلدية والصناعات الغذائية للفتيات. إنشاء كافي الأكاديمي لدعم وتعليم المزيد من اللاجئين في جميع أنحاء العالم. إنشاء مشاريع اقتصادية صغيرة ودفع اللاجئين لسوق العمل. تقديم مساعدات وخدمات طبية للاجئين، وتقديم العلاج الطبي لأمراض العين مثل إعتام عدسة العين. إذا أردت أنت أيضا أن تنير عتمتهم، ساعدنا في تغيير حياة الكثير من اللاجئين، وتواصل معنا من خلال موقعنا وتبرع الآن www.kafil.org.uk. نهضة الأمم دائما ما تعتمد على شبابها، فهم عماد النهضات، وهم أهل الشجاعة والإقدام والتضحية، والشباب دائما ما يحتاج إلى التوجيه نحو القدوات، أصحاب الهمم العالية والمكانة السامية. ولا يوجد أفضل ولا أحسن سيرة لهذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم من صحابته الكرام، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. ويقول الشاعر: تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. لذلك دعونا نبحر معهم ونتجول مع بعض مناقبهم عبر هذه المسابقة طوال شهر رمضان المبارك. جوائز قيمة تنتظركم مع شباب الصحابة. يعاني اللاجئون الإريتريون في مخيمات شرق السودان وإثيوبيا واليمن وجيبوتي من التجاهل التام من المجتمع الدولي، لدرجة أن البعض لا يعلم بوجودهم وبحجم الوضع المأساوي اللا إنساني هناك من مجاعة وأمراض. ولذلك تعمل وتتواجد مؤسسة كبيرة في قلب الحدث للمساهمة في مساعدة وتقديم يد العون من مواد غذائية وعلاجية لجميع اللاجئين، وبالأخص لأشدهم حاجة. وبمناسبة شهر رمضان المبارك فإننا نقوم بتقديم سلة رمضانية قيمتها 30 جنيه استرليني تكفي أسرة واحدة لمدة شهر كامل، تحتوي على المواد الغذائية الأساسية. فنرجو من الجميع مد يد العون لإخواننا المنسيين عبر التبرع بالوسائل التالية: kabiratrust.org، رقم تلفون 0121 285 4009. ورتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نذكركم بأننا نستقبل تلاواتكم ونقوم بتصحيحها على أرقام التي تظهر على الشاشة تباعا طيلة مدة البرنامج، وفي حسابات التواصل الاجتماعي
لقناة سلام. ونذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كذلك نذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كنا قد تكلمنا في الحلقات السابقة مراجعة عن أحكام التجويد، وأعني أحكام التجويد أحكام النون الساكنة والتنوين، وكنا قد ذكرنا أن أحكام النون الساكنة والتنوين عبارة عن 4 أحكام. الحكم الأول الإظهار، وهو من الوضوح والبيان، وحروفه 6: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. إذا أتت هذه الحروف بعد النون الساكنة أو والتنوين وهو تكرار الحركة على الحرف بحيث تجدها مرتين فوق بعضها، سواء فتحتين أو كسرتين أو ضمتين. إذا أتت هذه الحروف الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء بعد النون الساكنة أو التنوين، نظهر الحرف كما هو، نظهره كما هو، مثل من آمن، ولا نقول من آمن نون ساكنة أتى بعدها حرف الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني حكم الإدغام، وقلنا 6 أحرف مجموعة في قوله يرملون، وقلنا أنه قسمين: القسم الأول بغنة يغن بمقدار حركتين، وهو 4 أحرف: ينمو، في كلمة ينمو الياء والنون والميم والواو. إذا أتت النون الساكنة أو التنوين بعد حرف الياء، إذا أتت النون الساكنة أو التنوين وأتى بعدهما حروف الإدغام بغنة، وهي الياء والنون والميم والواو، تدغم، مثل قوله من يعمل كما سنأخذ في هذه السورة المباركة بعد قليل إن شاء الله. من يعمل نون ساكنة أتى بعدها حرف الياء، والياء من حروف الإدغام بغنة. كيف تقرأ من يعمل؟ هل لا نشعر بوجود النون؟ لماذا؟ لأنها أدغمت إدخال الشيء في الشيء. من يعمل نون ساكنة أتى بعد حرف الياء، أدغمت من يعمل. طيب، نون ساكنة أتى بعدها حرف اللام وحرف الراء، وهما إدغام بغير غنة. تمام؟ إدغام بغير غنة. ماذا نقول؟ مر أو أن رآه استغنى، ندغم. حكم التجويد إدغام لكنه من غير غنة. أن رآه استغنى. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث حكم الإقلاب، والإقلاب حرف وحيد وهو حرف الباء. نون ساكنة أو تنوين أتى بعده حرف الباء، نقلب النون باء، مثل قوله عز وجل من بعد ميم نون بعد، من بعد قلبنا النون باء، وكما أخذنا في الحلقات الماضية. طيب، الحكم الأخير وهو حكم الإخفاء. الإخفاء 15 حرفا، كما في قول الناظم: صف ذا ثنى، أوائل البيت: صف ذا ثنى، كم جاد شخص قد سمى، دم طيبا، زد في تقى، ضع ظالما. هذه هي أحكام النون الساكنة والتنوين. وأخذنا من بداية جزء عامة، من بداية سورة النبأ إلى سورة الزلزلة، ونحن نطبق أحكام النون الساكنة والتنوين.
ونعلق على كل سورة نقرأها قراءة صحيحة إن شاء الله، ومن ثم نعلق على بعض أحكام التجويد المتعلقة بالنون الساكنة والتنوين. ونشرع في قراءة سورة الزلزلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولنأخذ بعض الأحكام المتعلقة في هذه السورة الكريمة. قوله عز وجل الإنسان وقال الإنسان، قلنا الإنسان نون ساكنة في كلمة الإنسان، نون ساكنة أتى بعدها حرف السين، والسين من حروف الإخفاء والسين من حروف الإخفاء. وقوله عز وجل يومئذ تحدث تنوين في قوله في كلمة يومئذ تنوين أتى بعده حرف التاء، والتاء من حروف الإخفاء. ولعلنا نأخذ هذه المشاركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك، اسمك من الكريم؟ محمود ناصر. مرحبا أخي محمود. تفضل اقرأ. الله يسلمك. بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم
الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أحسنت وبارك الله فيك. بارك الله فيك. نعم. في أحد معك من إخوتك يريد أن يقرأ؟ نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك الكريم؟ عبد السلام ناصر. عبد السلام، مرحبا بك عبد السلام، مرحبا بك. تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء طارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أحسنت بارك الله فيك. بارك الله فيك. بقي أحد من إخوتك يريد أن يقرأ؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك؟ موفق ناصر. ونعم وأكرم. موفق ومعان ومسدد. تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب الأمر عليهم نار. ما شاء الله وبارك الله فيكم وأحسن إليكم وجعلكم من أهل القرآن الذين هم أهله خاصته. بارك الله فيكم. أحسنتم. قراءة الإخوة قراءة مرتلة ومجودة. ربي يرزقهم الصلاح والهداية. كنا أكملنا لم نكمل حديثنا عن بعض أحكام النون الساكنة والتنوين والموجودة في سورة الزلزلة،
كنا وصلنا قوله عز وجل يومئذ تحدث، قلنا يومئذ تحدث تنوين أتى بعده حرف التاء، والتاء من حروف الإخفاء تخفى. يومئذ تحدث. وقوله عز وجل يومئذ يصدر، تنوين أتى بعده حرف الياء، والياء من حروف الإدغام بغنة يغن بمقدار حركتين. وقوله عز وجل أشتاتا ليروا، تنوين أتى بعده حرف اللام، واللام من حروف الإدغام بغير غنة، يقرأ أشتاتا ليروا. وقوله عز وجل فمن يعمل، نون ساكنة أتى بعدها حرف الياء، والياء من حروف الإدغام بغنة يغن بمقدار حركتين. ولعلنا نأخذ هذه المشاركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك الكريم؟ سعيد عبد القادر. نعم وأكرم، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات. سعيد، ليس لما تحرم. يا أيها النبي لما تحرم. يا أيها النبي لما تحرم أي نعم. ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواج حديثا وإذ أسر النبي إلى بعض أزواج حديثا أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليهم عرف بعضهم وأعرض عن بعض. عرف بعضه وأعرض عن بعض. عرض بعضهم وأعرض عن بعض بالفاء. فلما عرف عرف بعضه وأعرض عن بعض. عرف بعضهم وأعرض عن بعض. فلما نبدأ بعضهم، ليس بعضهم، بعضه. من يسامعك زي الناس؟ الصوت يرجع. عرف بعضه. عرف بعضه. أيوة. فلما نبأهم بما قالت من أنبأك هذا. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا. قال أنبأني العليم الخبير. قال نبأني العليم الخبير. قال نبأني العليم الخبير. نبأني العليم الخبير. أحسنت. بارك الله فيك ونفع بك وجعلك من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. شكرا لك، الله يعطيك العافية. أخيرا وقوله عز وجل ذرة شر، تنوين أتى بعده حرف الشين، والشين من حروف الإخفاء. شرا يرى، تنوين أتى بعده حرف الياء، والياء من حروف الإدغام بغنة يغن بمقدار حركتين. جعلني الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. إن هذا الكتاب يحتاج لنفس مشتاقة وروح تواقة. جعلنا الله وإياكم منهم. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتل القرآن ترتيلا.